أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، وأغنية حزينة جديدة بعنوان قدام مرايتي. أغنية حزينة دي يا أعزائي المتابعين متميزة جدا جدا، زي الأغاني الحزينة المتميزة اللي تم إصدارها. بس الفكرة في الأغنية الحزينة دي إيه؟ إن أنا يا أعزائي المتابعين الفكرة جت إزاي؟ هقول لكم. أنا رحت أسرح شعري عادي زي أي شاب يروح يسرح شعره، ووقفت قدام مراية. ف يعني وأنا بسرح شعري واقف قدام المراية، فجت في دماغي فكرة إن أعمل أغنية حزينة بعنوان قدام مرايتي، وهي فعلا أغنية حزينة رائعة ومتميزة جدا يا أعزائي المتابعين. أعزائي المتابعين، تحبوا أقرأ لكم جزئية من الأغنية الحزينة دي؟ لأن هي فعلا أغنية حزينة رهيبة جدا، ويعني مش هقدر أقول لكم قد إيه هي حلوة، قد إيه هي جميلة. أغنية حزينة في منتهى الجمال. هقرأ لكم جزئية كده. أشكي لمين حزني وزعلي؟ صحيح أصحابي بتصل بيهم ما بيردوش، حتى هم نسيوني. كنت ياما سندهم ما قدروش صعوبة موقفي وأحزاني. مفيش غير مراية وبس هي اللي قدامي، بحكي قدامها كل شيء صعب حصل في حياتي. مفيش غيرها هي اللي ليها بشكي من كل أوجاعي اللي معكنناني. شكرا ليكي صراحة، ده أنا حكيت كتير جدا ليكي من أحزاني. الأغنية الحزينة دي أعزائي المتابعين زي ما قلت لكم كده، هي تتميز بجمال رهيب جدا يا أعزائي المتابعين. ثواني. أعزائي المتابعين، هنا طبعا احنا لسه واقفين على 173 مشترك. أنا بسجل الفيديو ده دلوقتي، سوري يا أعزائي المتابعين، يوم 30 يناير. أعتذر إن في الستارة كان في إشعار لفيديو خاص بقناة يوتيوب تانية، بس أنا مشيته يعني. فيا أعزائي المتابعين طبعا ما تعملوش كده. أول ما يجي إشعار الفيديو بتاع قناتي تدوسوا على اللينك على طول علشان تتفرجوا على الفيديو. أعزائي المتابعين، أنا هستعرض لكم كده استعراضا سريعا للفيديوهات اللي تم تنزيلها، وذلك احتفالا بوصول القناة ل200 فيديو. احنا الحمد لله عملنا 200 فيديو خلال بداية القناة لحد دلوقتي. صحيح احنا بدأنا منشأة القناة دي من 2023، واحنا الآن في 2026، يعني قرب ال3 سنين تقريبا من تشغيل القناة، واحنا حاليا نزلنا عدد 200 فيديو. شكرا ليكم يا أعزائي المتابعين، انتم الدعم والأساس. وطبعا يعني يا أعزائي المتابعين، هنا في حاجة جميلة جدا بفتخر بيها دايما. المتابعين اللي من دولة العراق، حبايب القلب، نور عينيا، حتة مني وحتة من قلبي. صحيح أنا مصري ومن مصر، بس شعب العراق دول في قلبي، بحبهم جدا جدا جدا، أغلى ناس في حياتي من يوم ما أنشأت القناة دي. وشعب العراق هم أغلى ناس في حياتي، لأن هم الناس الوحيدة اللي دعم قناتي. أعزائي المتابعين، لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا استنوا حلقة رقم 20
قصة صحاب غدارة هتنزل قريب جدا 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 يا أعزائي المتابعين. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.